عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في وصفة جديدة معي في قناة وورد اوف رجيان عالم رجيان. اليوم غنقدم لكم واحد الوصفة سهلة وبسيطة بحال دائما، السهل والبسيط هي الشوصون. نبداو بالعجين ديالها ان شاء الله، ومن بعد نوريكم جوج حشوات اللي بغا هكا واللي بغا هكا. بسم الله، نبداو على بركة الله. عندنا 50 غرام ديال الزبدة العادية، ولا اللي ما توفرتش عنده يستعمل الزبدة ديال مارغرين ديال التوريق. نديرو واحد المعلقه صغيره ديال السكر سنيده، معلقه صغيره ديال الملح، ملعقه كبيره ديال خميره الخبز، والحليب بارد للعجين، ونديرو بيضه كامله. نبداو بسم الله. نضيفو الخميره والسكر سنيده والملح، نضيفو قليل من الحليب، ماشي كله، على حسب الخليط، كنضيفوش كامل حسب الخليط. بسم الله. كنضيفو الطحين اللي عندنا مغربل من قبل. بسم الله. هادو ساهلين وبساطين، والعجينه ديالو سهله، وكتجي دابا تشوفوها ان شاء الله وتجربوها، كتجي غزاله، جايه بين مرقه وبين العجين العادي، بحال العجينه السحريه، وهي في نفس الوقت بحال كتجي مرقه، وفي نفس الوقت ماشي داك اللي دام، حيت عندنا معايا 50 غرام ديال الزبده. بالنسبه للناس اللي كيبغيو يستعملوا مارغرين ديال التوريق كتطلع نتائج افضل من الزبده العاديه. هاد المرحله كنستمروا باضافه الطحين ديالنا، كنضيفوا داك الزبده، كنحاولوا نفركوها بصبعنا ما نعجنوش باش تحاول تجينا مرقه. هكا كنحيي بصبعنا سهله وبسيطه الطريقه، ان شاء الله تنال اعجابكم. كيف ما كتشوفوا معايا، ملي كنجيو نشوفوا العجين كنلقاو بان باقي فيه تكتلات ديال الزبده. هذا هو اللي كيخليه يجي بحال مرق، حيت ما كندلكوش ديك الزبده. ها هي شفتوا معايا كيكون باقي فيه، ما تعجنش ما تدلكش، غير جمعناه على هذا الشكل. كنحاولوا نجمعو بلا ما ندلكو، نجمعو الخليط ديال العجين كنتحصلوا على واحد العجين تقريبا كيهز شي 400 غرام ديال الطحين حتى ل 500 على حسب النوع ديال الطحين. كيجينا العجين على هذا الشكل، هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا. راخو شيئا ما الزبده، كنديروه في فيلم المونتاج وكنخليوه واحد ساعه ديال الوقت تقريبا، كيرتاح بين نص ساعه حتى لساعه على حسب نتوما وشحال بغيتوه يرتاح. كنديروه في فيلم المونتاج شاء بلاستيكي، وكنخليوه من ساعه حتى لساعه على حسب الجو. كان الحال بارد شي شويه كتاخد حتى لساعه باش ترتاح، كان الحال سخون كانت الحراره بزاف كنحتاجو غير نص ساعه.
كنديرو العجين نخليه يرتاح نصف ساعه. على هذا الشكل كنخليه في الثلاجه، كنخليه يرتاح نصف ساعه. بعد ما خمرت معنا العجينه على هذا الشكل وارتاحت ساعه ديال المكانه، كنفتحو عليها كتكون ارتاحت مزيان. كنديرو هكا، كان الاستعانه ديال الطحين كنديرو واحد شويه باش كنحاولو نسرحو عليه العجين هكا. مشتو معايا كيجي العجين خفيف خفيف جدا هكا. كندير شويه ديال الطحين ما تخافوش، واخا كيبان لنا بحال كيلصق ولكن هو كيجي خفيف بزاف. نضيفو داك شويه الطحين عاود باش نسرحو، نحاولو باش نرقوها مزيان. وهاد لي شوص كيجيو غزالين اصلا فيهم الخميره، ما كيضروش حتى في الماكله ديالهم، عاد اننا درنا لهم الحشوات خفافين ساهلين. الرابط ديال الحشوات غنخليه لكم في صندوق الوصف بالنسبه للناس اللي بغاو يشوفوا الحشوات كيفاش تصاوبوا. نحاولوا نسرحوا العجين هكا على هذا الشكل. نحاولوا هكا نسرحوا العجين على هذا الشكل، وحنا كنتحكموا في السمك، كنسرحوا على حسب حنا شنو كنبغيو لي شوصو، واش كنبغيو غلاضين ولا كنبغيوهم دقاقين. ان شاء الله غيخرجوا معكم ناجحين اول استعمال. كنديروا على هذا الشكل. انا كنظن بان السمك ديالهم كافي، كنستعينوا بحال هذا ولا اللي عنده ديال الانوكس ولا الاخر اللي عنده كنديروا بحال هكا دوائر. حتى الا شفناها حاولنا شفناها ما كتقطعش نعاودو نبركو فوق منها، ماشي مشكل ما كيطرا لها والو. كنحيدو هاد الاضافات ما كنعجنوهمش، كنحاولوا غير نجمعوهم وصافي. طريقه سهله وبسيطه. كنجيبوا الحشوات ديالنا كنحاولوا نديروا لهم غير هكا على هذا الشكل. نجيبوا الحشوات ديالنا غنخليهم لكم في صندوق الوصف. هذه بالكفته والزيتون والشرموله ديالها ديال البصله، وهذه بموزاريلا، عفوا نسيت وموزاريلا، وهذه درت فيها مورتاديلا والزيتون وفرomاج مثلث وموزاريلا. كنديروا حشوه هكا وحشوه هكا، بسم الله. كنديروا هكا نحاولوا هكا نديروها في الوسط ونشدو الشوصون من عندنا في يدينا ونحاولوا نبركو عليها بحال هكا.
هاد ما سالينا بحال هكا كنزلوه هنا، كنديرو بالفرشاط باش ما تحليناش هكا. طريقه بسيطه سهله على هاد الشكل. كتجي بحال هكا. نديرو الثانيه، نديرو الثانيه بالحشوه ديال الكبسه اللي درنا، كنديرو لها هكا هكا على هاد الشكل. كنحاولوا نسدوها، نجمعوا الاطراف. كنحاولوا نجمعوا الاطراف نبركو عليها هكا باش ما تحاولش تحل لينا. كنستمروا على هاد العمليه حتى كنساليو الكميه كامله. نشوفوهم في اللاطه ديالهم. نعاود نزيد معكم واحده اخرى نوريكم الطريقه. كنقطو شويه ديال الحشوه كنديروها هكا في الوسط، كنجمعوا الاطراف قنت مع قنت كنبركو هكا. كنحاولوا نبركو هكا بالجناب فرشاط هكا على هذا الشكل. كيجي عندنا هكا على هذا الشكل. نعاود ندير معكم حشوه ديال هذا ديال كنقبطوها بحال هكا، نقبطو في يدينا ونسدوها هكا الجناب على هذا الشكل. نحاولوا نخدموا هكا الجنيبات. بالنسبه اللي بغى يدير بالفرشاط، وكاينه عاود طريقه اخرى هكا. هاو حتى هي كتجي زوينه. نتوما والاختيار ديالكم، نتوما واش بغيتو، شنو كيعجبكم. بحال هكا على هذا الشكل. وكاين هذا الشكل عاود كناخذ الحشوه، ندير شويه ديال الحشوه، كنحاولوا نجمعوا الاطراف هكا هكا. كنجمعوا الاطراف هكا، كنديروا على هذا الشكل بحال هكا. حنا نتفنوا في التزيين اللي بغينا نديرو هذا الشكل ديال الفرشيط. عاود كنديرو هكا، نعاود ننزلو هكا، نقطو الجناب هكا. نحاولو ننزلو ونديرو بالفرشاط ديالنا على هذا الشكل. ما كتشوفوا معايا كنبركو على الاطراف باش كيلصقوا. حنا عندنا ثلاثه الاشكال حنا ولا بغينا. كاين هذا ديال الفرشاط، كاين هذا العادي جدا، كاين هذا اللي درنا بهذه الطريقه. هذا نعاود ندير معكم وحده باش تشوفوها مزيان كيفاش كتجي. كناخذوا عاود شويه ديال الحشوه، كنشدوا الاطراف هكا، نقلبوا لكم هكا باش تشوفوا من هذا الشيء. كنقبطوا الطرف كنشدوه هكا في الجناب، كنحاولوا نضغطوا باش يتلاصقوا. كنبداو بسم الله هكا من الطرف، كنقبطوا هكا، كنلويو، كندوروا هكا هكا حتى كنشدوا الطرف الاخر كتجي على هذا الشكل. نتوما وشنو بغيتو. بعد ما ساليناهم على هذا الشكل كنديروا شويه ديال البيض بحال اللي عارفين، معاه واحد شويه ديال الخل وواحد اقطره ديال الخل وواحد شويه ديال الحليب باش ما كيجينا الزفر. كندهنوهم هنا غير الصفار، ما درتش البياض. البيض الصفار كندهنو هاد لي شوصون كيجيونا لامعين، كيجيونا محمرين. نحاولوا ندهنو الكميه كامله وندخلوهم للفرن
معتدل الحراره على درجه 120 تقريبا شي 20 دقيقه، وكنخرجوهم نقدموهم بصحه وراحه. نتوما تشوفوا معايا بعد ما كنديروا هكا. وهنا اختيارين، نديروا ليهم بافو ولا نديروا ليهم سانوج ولا زلجلان ولا حنا اللي بغينا. شي وحدين نخليهم عاديين، شي وحدين نديروهم هكا، حنا اختياري حنا اللي بغينا. انا غندير شويه زلجلان بيض وقدموهم بالصحه والراحه. ندخلوهم في الفران. كنستمروا على هذه العمليه. هانتوما كتشوفوا معايا بعد ما طابوا كنزلوهم في طبق تزيين. هادو اللي درنا من داك اللويه هكا ديال الشوصو كنا لويناهم، وهادو اللي كنا درنا بالفورشيط كيجيو على هذا الشكل. كنا درنا بالفورشيط كيجيو ساهلين وبساطين. غنفتح معكم واحد الوحده اللي درنا بالحشوه ديال الكفته. كما كتشوفوا معايا كتجي خفيفه على هذا الشكل. اللي درنا بالكفته والزيتون كتجي على هذا الشكل، وتقدموهم ليهم بالصحه والسلامه. كنستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه الى وصفه مقبله. دائما شعارنا السهل والبسيط، وحتى اللي ما كيعرفش يتعلم ان شاء الله الرحمن الرحيم. الى اللقاء. الى عجبكم ما تنساوش جام واشتراك في القناه وفعلوا الجرس يوصلكم دائما الجديد. السلام عليكم.